اهلا بيكم في ذات نوية. هتكلم معاكم عن 3 حاجات اساسية بتوصل لنا غلط واحنا صغيرين وبتشوه الهوية بتاعتنا. اول حاجة فكرة الحب. معظم الاهالي لما كده يبقوا يعني يعملوا حاجة حلوة قوي يعني وبيقولوا لعيالهم ان هم بيحبوهم، بيقول لهم احبك لما تعمل كذا، هحبك لما تجيب الدرجة دي، ايوه كده بقى انت حبيبي عشان عملت كذا كذا. ده غير ان في اهل اصلا ولا بيسالوا، لو طنطت لهم عملت لهم قرد يعني مش هيقول لك كلمتين حلوين ولا بحبك ولا الكلام ده خالص. فبنكبر واحنا شايفين نفسنا ان احنا مش محبوبين، بس بالعكس احنا مخلوقات محبوبة لان ربنا اللي خلقنا حبنا. ربنا لما خلقنا خلق لنا كل حاجة الاول وهقل لنا كل حاجة، ميزنا بحاجات جميلة جدا. يعني لو شفت الطيور في السماء بتطير وفرحانة ومبسوطة، واحنا اللي عندنا عقل وروح وكل الحاجات الجميله اللي ربنا عاملها لنا دي ومسخر لنا كل الحاجات، مش عارفين ننبسط عشان طول الوقت شايفين ان احنا مش محبوبين. بس لا، كل واحد محبوب، ربنا حبنا، واهلك وكل الناس دي بيتحبوك، بس هما مش عارفين يعبروا ومش عارفين يوصلوا الحب اللي جواهم صح عشان هو ما وصلش له. طيب، تاني حاجة وهي القيمة بتاعتك. احيانا كتير الناس لما تشوف حد مثلا راكب عربية مش عارفة ايه فتحس انها بتعامله بشكل مختلف. لما يكون لابس ماركات مثلا ومش عارفة ايه فتلاقي التعامل، لو مثلا بنت في المدرسة متشيكة اكتر شوية، عاملة لابسة حاجات مش عارفة ايه، جايبة شنطة مش عارفة ايه، فتلاقي ان اللي حواليها كلهم ملمومين عليها، ودي بقى خلاص فبقينا بنقيم الناس باللبس وبالشكل وكده. او ممكن حد يكون شاطر فبرضه بنقيمه بدرجة شطارته او ذكائه، بس الحقيقة مش كده. الحقيقة ان انت ليك قيمة كإنسان من غير ما تعمل اي حاجة. مش ليك قيمة في شغلك ولا ليك قيمة في اي حاجة بتعملها، او في جمالك او في شطارتك او في ادبك او في كل دوت. لا، انت ليك قيمة عشان انت انسان، وربنا اداك القيمة دي لما خلقك. فانت واخد القيمة دي، مش بتعمل حاجة عشان تكتسبها، لا، هي اوريدي عندك، انت كده كده ليك قيمة. تالت حاجة وهي الكفاءة، ان احنا بنحس ان احنا ما عندناش كفاءة ان احنا نعمل حاجات معينة، او ان احنا مش شاطرين كفاية، او مش هعرف اعمل الحاجة دي بالشكل كويس. لان 3/4 يعني فاكرين الجملة بتاعت ابن خالتك جاب كذا كذا وانت كذا. فطول الوقت انت في صراع، انا غير كفء، انا مش عارف، انا اقل، انا مش قادرة انجز دوت. عملت كذا كذا، لا بس بتاعت فلان احلى، يعني بص هو مركز على مش عارفة ايه. فخدنا في عقلنا من واحنا اطفال ان احنا مش كفاية او مش كفء، ما بنعملش الحاجات بكفاءة. سوري، مش كفاية بس لا، انت تقدر تعمل كل حاجة بشكل جميل. الحاجة اللي انت بتعملها ايا كان نسبتها كام فهي حلوة. كل حاجة انت بتعملها هي بتعملها بكفاءة، تمام. حتى لو احيانا الفكرة دي اصلا فكرة ان انا مش كفء او مش هعرف اعمل الحاجة، هي اللي بتحط حواجز لان انت تعمل الحاجة دي فعلا، او ان انت تبقى مبدع او كده، عشان انت عندك تصور مسبق ان انا مش عارف اعملها، فخلاص مش هتعرف تعملها. لكن انت لو اقنعت عقلك لا، انا كفء، ربنا خلقني مميز، كل واحد مميز في حتة معينة، كل واحد له الحاجة اللي بيعملها. وحتى لو في حد يعني مثلا في ناس، انا كنت دايما بعمل كل الحاجات بشكل متوسط يعني اللي هو انا مش طب في حاجة، بس انا تمام، انا جيد فماشي. احس ان انا بقى لا، انا عشان ما بجيبش امتياز كده مش حلو. لا، طب ما انا بعرف اعمل 50 حاجة، في حد تاني بيعمل حاجتين بس شاطر فيهم قوي بس بيعمل حاجتين بس. ما بتتحسبش بالشكل دوت ولا كده. فلازم تحط في بالك انك محبوب، انك ليك قيمة، انك كفء. شكرا لكم، سلام.